سجل بهذه الطريقه دريس تقدر تعلق على الهدف. اي شوف قلت لك اللاعب زياد حاول انه نون سيرمون يعني يحتفظ بالكره، شوف مراوغه الاولى كان عنده ضغط على الزميل، حامل الكره ولكن كان عنده الزميل باش يمرر في المساحه والفضاء المناسب، حاول انه يحتفظ ويراوغ. كلفتو بعد الضغط تاع اللاعبين، كلفتو افتكاك الكره منه في وسط الميدان. نعم تضيع الكرة هذه، ما فيش خطأ من دراوي في محاولة من فاهم بوعزة ودخول منطقة العمليات. في محاولة راح تكون لصالح شباب بلوزداد. يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني يحيى شريف في الدقيقة 26. يحيى شريف يضيف الهدف الثاني لصالح شباب بلوزداد. يحيى شريف يضيف هدف ثاني في مرمى الحارس مداح معمر بعد عمل جماعي ومنسق وفرحة كبيرة لأنصار شباب بلوزداد بهذا الهدف الثاني. يعني هدف، يعني نقول اللاعب حط الكرة في المكان الصعب على الحارس، لأنه الكرة جات تمشي وتجري، والإعادة مصطفى مازن. يعني أعطاك كلاسي كرة كانت مرتدة في الأول ثم أصبحت كرة جماعية. لعب لاكروم جاته الكرة على الجهة اليمنى، حاول باش يراوغ ما قدرش، عاود رجع الكرة إلى لاعب هريات يعطي كرة إلى يحيى شريف. لمسها نوعا ما حامية، هو اللي يروضها، لأنه لولا رجل حامية ما كانش الكرة. فالدقيقة 31 إذن ضربة الجزاء لفريق أهلي برج بعراريج، راح ينفذها مادوني هو اللي راح ينفذ ضربة الجزاء هذه أمام أبو قاسم. طبعا الحكم يطلب الوقوف على خط 18 متر من الجميع، ويطلب من الحارس انه يتحرك يمينا ويسارا، ولكن ما عندوش الحق يتحرك الى الامام. اذا هل مادوني يوفق ويسجل هدف ويقلب رائعه. ونذكر فقط انه شوف الجمهور يعني يصنع الفرحه بالالوان على مستوى العماره المقابله، وفي تغيير اذا جابوا عمار ويدخل رقم احمد، يدخل في هذا الشوط الثاني. الاداء مشكورين شباب بلوزداد كذلك على الاداء في الشوط الاول، وتبقى النتيجه يعني نقول انه التكافؤ كان تكافؤا في الفرص. اخطاء نوعا ما من جانب اهلي برج بعراريج، وانطلاقه بل ترجع الكره هذه للحارس الانيق مداح، ويتاهل فريق شباب بلوزداد الى الدور النصف النهائي. اذا في مباراه كانت نقول شوط لشوط. كانت فيها اوقات قويه لصالح شباب بلوزداد، وتمكن على اثرها انه يصنع الفارق ويسجل هدفين، والاوقات ضعيفه كذلك لشباب بلوزداد ليتمكن اهلي البرج انه يقلص الفريق عن طريق ضربه جزاء. يعني ما شفناش اشياء كثيره تذكر الا وانه التاهل لهم في هذه المباريات هذه، خاصه لما يتعلق مباراه ربع نهائي وراح تفتح لك الابواب الى الدور النصف النهائي. ومن دون شكل المربع الذهبي راح يكون مكون من الفرق من الرابطه الاولى، راح يكون تنافس كبير. اخ عبد الحفيظ، شكرا.